اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم الحب صابر من قناه زبيب فود. لسه بقى بتجيبيها من بره، بصراحه بقت الدنيا اوفر قوي، يعني فطيره قد كده مش عارفه بحاجه و20. طب ليه؟ والفطيره الكبيره مش عارفه بقت بكام، ارقام كده غريبه. طب تعالي كده معايا نص كيلو بس من الدقيق وهنشوف هيطلع لنا كام فطيره، وكمان مش هنعملهم في الفرن يا ستي، هنعملهم على عين البوتاجاز. معايا نص كيلو من الدقيق، عليهم رشه ملح بس كده. عايز تعجنيهم في العجان تمام، على ايدك تمام، بس انتوا عارفين دراعي الحمد لله يعني، اللهم لك الحمد. هبدأ بقى احط ميه، يعني حوالي ممكن اخد على نص كيلو، ممكن اخد حوالي كوبايه ونص ميه عاديه جدا يا جماعه. هبدأ بقى انزل العجان والف نعاية. انا محتاجه ان العجينه تتخدم كويس، بمعنى 7 دقايق متصلين. لازم العجينه هوريكم الملمس بتاعها، او تقدري تلفيها على ايدك. هي دي بس كل المكونات. وادي قوام العجينه، تحس ان البوله يعني تقريبا نطفت خلاص. انتي حطي كوبايه واحده بس ميه. خلاص حسيت ان هي محتاجه تاني، يعني نقول ايه، شويه بشويه، قليلا قليلا. بصوا العجينه انا محتاجه ان هي ما تكونش مخرزه، انتوا فاهميني، وما تكونش بتلزق. خلاص كده هشيل بقى العجينه في بوله ونشوفها. ادي العجينه بتاعتي ما شاء الله ملمسها حلو قوي. نسيبها بقى من نص لساعه، من نص ساعه لساعه، مش اقل من كده ومش اكتر من كده. لو كترتي عن كده مش هيبقى احسن حاجه، ولو قللتي برضو مش هتبقى مرتاحه، مش هتتفرد معايا. هغطيها بقى بالستريتش ريب واسيبها بقى ترتاح زي الفل معايا. العجينه بتاعتي سبتها ترتاح لمده ساعه. هبدا بقى ان انا اخدها كده على الكوانتر واعملها رول كده عشان ابدا اقطعها معاكم. ادي عندي عملتها رول كده، ورحت عملتها كده قطعتها بالسكينه. ما شاء الله العجينه روعه. هاخد اي قطعه براحتك خالص، تمام. وهبدا ان انا الفها. وجبت عندي طاسه دهنتها بقى بايه، بصوا معايا كده، صينيه يعني. ده عباره عن نص كوبايه سمنه على زيت، وتقدري تخليها زبده على زيت، وتقدري تخليها سمنه بس او زبده بس. وتبداي بقى تلفي كده، تقفلي عليها كبقجه كده، تمام، وتدوريها. ماشي بس كده اهو معايا اهو. هم عملوا معايا حوالي 11 واحده، وممكن تخليهم 12 لو هتصغريها كمان عن كده. نص كيلو ما شاء الله طلع كميه حلوه قوي. بس كده هخلصهم كلهم واحط عليهم رشه برضو من السمنه بتاعتي دي، تمام. واغطيها كده بكيس. هم خلصهم واوريهم لكم. الكور معايا زي الفل، ومسكت بقى السمنه كده على ايديا، وهحط برضو عليها كده من فوق، واغطيها كده برضو بكيس كده. وبعد كده هسيبها برضو ترتاح تاني. هي ميزة بسم الله الرحمن الرحيم، الفطاير يا جماعة لازم ترتاح كل شوية. خلاص ريحها بقى تاني شوية وارجع لكم. انا عندي الحمد لله ارتاح. هبدأ بقى اخد كورة كده منهم، تمام، استفسريهم. هحط بقى رشة من السمنة، كله بستخدم له السمنة والزيت اللي انا حاطه، اللي هو حوالي نص كوباية 3/4 كوباية. وهبدأ بقى دلوقتي. بصوا هي منتهى السهولة بتتفرد معايا، يعني لو فردتي كده بصي تلاقي هي بتتفرد معايا. انا هوسع لنفسي بقى وافردها كويس كده. ولو ما تفردش معاكي بايدك مفيش مشكلة بالنشابة، بس اعتقد يعني بنسبة 90% هي هتتفرد بايدك. وحتى لو اتقطعت منك مفيش مشكلة، هاتي من جوه على بره، من جوه على بره. انا هوسع بس لنفسي كده وافردها معاكم زي ما هنشوف كده اهي معايا. ولا نورق بقى ولا هنفردها قوي ولا نشد ولا الكلام ده كله. زي ما قلت لك، حتى لو اتقطعت منك هتبداي بقى تعملي ايه ولا اي حاجه. احط بس ايه، رشه سمنه برضو كده عليها. بصي منتهى السهوله. تقومي جايبه الطرف ده، ماشي، تقومي حاطه عليه سمن، تقفلي الطرف التاني المقابل ليه، تحطي عليه برضو كله رشه بسيطه. انت واخده بالك يعني مش بنكتر برضو عشان ايه ميبقاش الموضوع اوفر. وتقومي جايبه الطرف ده، ماشي، رشه من السمنه برضه، وتقومي جايبه الطرف ده كده عليه، بحيث ان هي تبقى عندك ايه اهي، عامله زي المستطيل كده. شفت السهول اكتر من كده اهي. اول واحده خلصت معانا، ودي ابسط طريقه ممكن تتخيليها. في كذا طريقه، انا عملت لكم كذا طريقه قبل كده، بس دي اسهل طريقه. وهبدا احطها بقى في الطبق بتاعي خلاص، وهعمل غيرها وهكذا. ادي الكميه كلها. بصي اللفات لما بتلفيه كده زي باتيه، زي اللي هو الكرواسون، بتلفيه كذا لفه كده، دي بقى بتدي توريقه حلوه قوي. بصوا معايا هنا صينيه اي حاجه، انا قلت لكم على عين البوتاجاز،
حطي فيها من نفس المادة الدهنية بتاعتنا. وكل مرة لما تحسي ان المادة قلت تحطي معلقة واحدة بس كده من المادة الدهنية. ده كله اللي هستخدمه اول عن اخر. وهبدأ بأول واحدة. المفروض طبعا كنا سيبناها ترتاح، فهي دلوقتي ارتاحت، يعني اول واحدة دي خلاص بقى كده ارتاحت. عقبال الصينية بتاعتي ما تسخن، تعالوا بقى الاول واحدة دي براحتك خالص. عايز تعملها بشكل مربع، عايز تعملها بشكل مدور، انا بقى هبدأ الفها. وما تخافيش طالما بتفردي على، مش بس ملك عشان انا بمسك الموبايل، بتفردي على الزيت او السمنة فهي بتتقطع منك، مفيش مشكلة في اول مرة. انما بسم الله الرحمن الرحيم، تمام. انما لو هتفرديها على الدقيق خلاص مش هتتقطع منك. بس انا على الزيت والسمنه بتبقى اسرع. خلاص اعمليها بقى شكل كده مدور. هاتيها كده اهو، البعج تاني من الاول بسرعه، تمام، عشان معلقه السمنه سخنت خلاص. وتقدري تفرديها على فكره في الصينيه، بس كده في الطاسه بتاعتك كده اسهل. اهي الدوريه بتاعتك اهي تمام معايا زي الفل، ولا من شاف ولا من دير. ونبدا بقى نحطها كده بسم الله. ما تفردهاش قوي خلاص. وتشوفي بقى احلى فطير في الدنيا. ناخد بقى غيرها اهي، نلفها بسرعه بقجه نفس الكلام. وخلي بالك ممكن تتقطع معايا ل 12 واحده برضو خلاص. انا بس في تعملي بقى كبير، تعملي صغير، تعملي وسط، برضو هتوفري. مهما تعملي هتوفري. بصوا بايديا ولا احتجت نشابه نهائي نهائي. الحراره ما قلتلكوش، الحراره بتبقى متوسطه. بصوا الجمال، حراره متوسطه، لانك لو عملتي الحراره عاليه مش هتستوي. لو عملتيها واطيه برضو لو عملتيها عاليه هتتحرق من تحت ومن فوق مش هتستوي. لو عملتيها واطيه برضو هتنطر الماده الدهنيه، مش هيبقى افضل حاجه. انا بس هخلص كل الكميه تمام وافرد. وكان ممكن زي ما قلت لك تفردي في الطاسه على طول، مفيش مشكله. هنزلهم بقى كلهم كده. بس العجينه مرتاحه فبتتفرد روعه. بصوا بقى ما شاء الله بتقب معايا ازاي، روعه. لازم الحراره تكون متوسطه. شوف بس خدت لون ولا لا، تمام زي الفل. طالما خدت لون كده معايا من تحت، هبدا ان انا اقلبها على الناحيه التانية. السمنه كانت هتنطر معايا. بصوا اللون، بصوا الجمال، روعه. متستعجليش عليها، ما تاخدش دقايق معدوده. اوسع بس الزيت عشان تطول السمنه. وغيرها ما تحاوليش تفرديها قوي. انت بتفرديها. انا بصوا دي لما كنت انا ماسكه الموبايل، دي لما فردتها بايديا بشويه، استخدمت ايديا الاتنين خلاص. بس النتيجه تحفه بصراحه، ما شاء الله اللهم بارك. يعني الحاجات دي الولاد بتفرح بيها قوي بصراحه. بقت غاليه قوي. وهعمل لكم وصفات تانية، بس ان انا احشيها برضو ويبقى غدا النهارده بشويه دقيق كده وغديناهم والدنيا معايا زي الفل. انا بس بحاول ان انا اجرب اشوف خدت لون من تحت ولا، عشان اقلبها زي اخواتها كده واعمل غيرها. بصوا بقى الجمال، اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. روعه روعه. بصوا رغم ان هو صغنطوط كده بس برضو تحفه. انا قصده تقدري طبعا تحشي واحده او واحده بس سخنه مولعه بصراحه. بصوا خلي الواحده ملحمه كده معاكي شويه. انا بصراحه مش قادره امسكه، بس عايزه اقطع لكم واوريكم قد ايه هو جواه لحمه ما شاء الله. يعني حتى الصغير مش طالع ان هو ناشف، لا برضه. بصوا استنى بس كده عشان ماسكه التليفون بايدي التانيه. بصوا التلحيمه عامله ازاي، بصوا الجمال، قمر. دي برضو رغم ان هي مولعه بس هحاول امسكها لكم. بصوا الطبقات، افتحها لكم كده معايا. بصوا بس عشان سخنه، بس هوريكم برضو كده. بصوا ما شاء الله، شايفين الطبقات يا جماعه ولا شكلها ولا ريحتها بصراحه. بصوا ما شاء الله. هحاول امسكها بقى هوريكم. تجيبنا بقى شويه عسل مولع والله. بصوا حاجه كده قمر، حاجه خطيره، حاجه دايبه. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقه سهله وبسيطه للمبتدئين وكل الناس. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. كانت معاكم حفصه من قناه زبيب فود. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهقول لكم برضو في فيديو تاني ازاي نحولهم بقى لفطاير كده مسكره حلوه جدا. باي باي.